صباح الخير. بصوا صحيت بدأت اليوم، أكلت تمرتين سنة على النبي، وبعد كده هبدأ معاكم النهاردة اليوم التاني من السلسلة. هيبقى يوم عايشه معاكم بكل تفاصيله حلوة ووحشة. وبدأت اليوم بإني أصلي الصراحة عشان خاطر اليوم كده يبقى مبروك. وبعد الصلاة أكتر حاجة بحاول أعود نفسي عليها قبل دخول رمضان هو القرآن، لأن كلنا هاجرين القرآن وكتير قوي مننا ما بيقرأش. فأنا بحاول أقرأ، لا وبالعكس بحاول أحفظ منه كمان. بحاول أعمل كل اللي أقدر عليه عشان أدخل رمضان جاهزة جسديا ودينيا وكل حاجة. وبس كده، يلا بينا على المدرسة. يلا بينا يا جماعة نروح المدرسة. متأخرين والتلفزيون ماشي، وعدنا كده زي الزفت. ادعوا بقى نلحق الأتوبيس. هاخدكم معايا يومي النهاردة في أول روتين في السلسلة بتاعتنا، فما تنسوش تعملوا لي السبسكرايب عشان نوصل ل1000 مشترك. والله ما عنديش طاقة النهاردة خالص يا جماعة، بس هحاول معاكم بقى نقضي اليوم. صباح الخير كده، فوتنا الأتوبيس. وصلنا المدرسة اهو. عندي حاجات كتير قوي النهاردة، زهقانة بقى تعبانة قوي، بس هحاول اديكوا طاقة ايجابية اكتر في الفيديو ده. بس كده يا جماعة، في المدرسة دلوقتي مع شوية على ما يبدأوا. عندنا رياضة، حصتين رياضة وفيزياء، وبين علوم وبين فلسفة وبين احنا قدها. عندنا بقى دلوقتي في المدرسة خلصنا حصتين الرياضة، وعندنا بقى ألماني دلوقتي. وانا كنت بحاول اعمل لوحة الاهداف للاسبوع الجاي، لان الاسبوع الجاي اجازة من المدرسة. خلصت مدرسة وطلعت جري، قلت ناخد القطر وننتقل لوجهتنا الجديدة لليوم. هاي يا جماعة من حمام القطر. بصوا، بقالي شوية طلعت من المدرسة متأخر شوية وخدت الأتوبيس. قعدت أجري عشان ألحق القطر، عشان رايحين بلد كده اسمها بولزانو قريبة مننا هنا، ساعة بالقطر ولا حاجة. النهاردة كده نقضي اليوم في البلد دي، أشوف ناس صحابي وكده يا جماعة. مش ناس صحابي بمعنى أصح، المكان اللي انتوا عارفينه اللي احنا بنروحه نتكلم فيه إيطالي عشان نحسن اللغة وكده. فبس يلا، مش عارفه اليوم ده ماشي كده ليه، عمال يتقفل و... والدنيا متلخبطه كده ومتاخره على كل حاجه، بس ده عاود فات يا جماعه. بس يا جماعه يلا بينا، انا مش عارفه اصور لكم اللقطه دي بره عشان الاتوبيس زحمه بطريقه، القطر زحمه بطريقه مش طبيعيه. شغالين اغاني مصريه يا جماعه وقاعدين. اليوم كان ممتع قوي للصراحه، لعبنا كتير. وشوفوا القلب ده كاتبين عليه رسائل كتيره قوي بمناسبه عيد الحب والكلام ده. بالنسبه لنا احنا عندناش عيد حب، بس فكره حلوه يعني، فقلت اصورها لكم. اتعلمنا لعب جديده زي ما شفتوا، عملنا فعاليات كتيره قوي هناك، ولعبت العاب جديده اول مره العبها في حياتي. واكلنا وهيصنا وكل حاجه. دلوقتي واقفه مستنيه الاتوبيس. مش عارفه نروح فين تاني الصراحه، ولا هنروح ولا نعمل ايه، بس تركبوا معايا اليوم. يعني اليوم بدأ وحش بس انتهى بطريقه حلوه. أجواء تحفة. بصوا، بعد زحمة أتوبيسات والنهاية في الآخر مش ألطف حاجة، بس أخيرا وصلنا البيت. خلاص البيت قدامي أهو. فبمناسبة النهاردة، ده كان فيديو التاني من سلسلة الأسبوع اللي قبل رمضان، اللي هي سلسلة جاهزين قبل رمضان. أتمنى تعملوا لي سبسكرايب عشان نوصل ل1000 مشترك. ورسالة النهاردة من الفيديو ده، عاوز أقول لكم إن مهما كان اليوم صعب حاولوا تعدوه، حاولوا تتماسكوا فيه وتعدوه بكل حاجة حلوة ووحشة. وجهزوا لرمضان، اقرأوا قرآن، اعملوا حاجات كتير. وده كان اليوم من السلسلة النهاردة، ومش آخر يوم إن شاء الله. وعارفة إني اتأخرت عليكم النهاردة في تنزيله شوية، بس انتظروني في كل جديد. باي. بصوا، عايزة أقول لكم النهاردة بعد اليوم الجميل والحاجات الكتير اللي عملناها النهاردة في يومنا، جه اليوم اتقفل في الآخر، والأتوبيسات والدنيا عملتها معانا،
وبقالي حرفيا 3 ساعات بره في الطريق على ما اوصل البيت، ولسه قدامي نص ساعه كمان على ما اوصل. فبس كده اليوم مشي على كده، وده كان اول يوم النهارده من السلسله. اتمنى يكون عجبكم، متنسوش تحطوا لي سبسكرايب عشان اوصل ل1000 مشترك. بس كده، باي.